السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من اجمد 11 الساعه 11. النهارده هنحط اجمد 11 لمين؟ لنادي مانشستر يونايتد في اخر 30 سنه. هنختار التشكيله، هنلعبه النهارده 4-5-1. هفهمك ليه بعد كده. عشان الجيل التاريخي لمانشستر يونايتد في اخر 30 سنه كان مكتظ بلعيبه نص الملعب، وكان مكتظ بالمهاجمين الصرحه. هو كان يا دول يا دول. فانا من الاجنحه كانوا كويسين بس مش احسن حاجه يعني. المهم هنلعب 4-5-1. كمان هحط الليسته الاحتياطيه برضه هتبقى مكتظه بالمهاجمين، والتشكيله الاساسيه هتبقى مكتظه بمين؟ بلعيبه خط الوسط. من غير رغي كتير يلا بينا نبدا. حراسه المرمى مين يا عم؟ فاندر سار. لازم قولا واحدا ادوين فاندر سار هو الحارس التاريخي لمانشستر يونايتد اخر 30 سنه. طيب ناحيه اليمين برضو جاري نيفل. هتلاقيني بميل شويه ناحيه جيل 2008 لان ده يعتبر اخر جيل مع السير اليكس فيرجسون. عمل انجازات كبيره ودوري ابطال، وفضل طبعا كمل بعد كده 2009 و2011 انهم خسروا البطوله، بس الجيل ده تاريخي شويه. المهم جاري نيفل ناحيه اليمين. في الاثنين المساكين طبعا ريو فيرديناند، نيمانيا فيديتش. ناحيه الشمال هيبقى باتريس إيفرا اكيد. الخمسه بتوع نص الملعب اللي هم مين يا عم الحاج؟ انا اقول لك هم مين. الخمسه بتوع نص الملعب هيبقى راين جيكس، بول سكولز، روي كين، ديفيد بيكهام، كريستيانو رونالدو. هتقول لي كريستيانو رونالدو؟ كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد كان بيلعب جناح شمال اصلا، كان مهاري وسريع وممكن ياخد الطرف كله لوحده. فدول الخمسه بتوع خط النص. طيب مين اللعيب اللي قدام لوحده؟ طبعا قولا واحدا واين روني. طبعا واين روني كان لازم هو اللي يبقى المهاجم في التشكيله دي. في ترسانه مهاجمين كانوا في الحقبه ديت، بس لازم واين روني هو اللي كان يتحط في التشكيله الاساسيه. طيب هتقول لي طب يلا بينا نروح على السبعه الاحتياطي بتوعك. اقول لك انا السبعه الاحتياطي بتوعي. في حراسه المرمى كان لازم يتحط بيتر شمايكل. بيتر شمايكل حارس تاريخي وكل حاجه، بس هو اخد الفتره اللي انا كنت بعمل فيها ديت وهو فعلا كان كويس، فيستحق ان هو يكون احتياطي بس لفاندر سار. تمام. ناحيه الشمال في دينيس إيروين. الناس القديمه شويه هتعرف ان هو كان باك عصري وباك جميل وباك كويس قوي، فكان يستاهل برضو ان هو يتحط معانا. هتقول لي طب نختار مين تاني؟ هختار لعيب نص ملعب الوحيد اللي موجود من الجيل الحالي هو برونو فرنانديز. برونو فرنانديز كان شايل مانشستر يونايتد فتره طويله، ويمكن كمان لحد ما جه رونالدو هو اللي كان شايلهم. يمكن من بعد رونالدو الدنيا ما ظبطتش شويه، وبعد كمان من رونالدو ما مشي الدنيا ما ظبطتش اكتر، بس برونو فرنانديز شال اليونايتد في ماتشات كتيره فكان لازم يتحط معايا. يلا بينا بقى ايه الباقيين الاربعه المهاجمين. ترسانه مهاجمين حاططها، عايز تجيب منهم بقى تحط في التشكيله الاساسيه وتطلع من الناس وهي لعيبه خط الوسط تركنهم، قول لي في الكومنتات. المهم مين بقى الاربعه اللي قدام اللي انا حاططهم؟ اول واحد كارلوس تيفيز، تاني واحد رود فان نيستلروي طبعا كان لازم يتحط، تالت واحد ديميتار برباتوف. الناس طبعا اللي شافت الناس دي هتعرف انا حاططهم ليه. رابع واحد رجل ال20، رجل البطوله ال20، الناس كلها طبعا عارفه هو مين، روبن فان بيرسي. فالاربعه دول كان لازم يتحطوا. كان ممكن على فكره يتوزعوا ويخشوا في التشكيله الاساسيه، احط مثلا تيفيز جناح، احط فان بيرسي جناح، كان ممكن تتوزع. بس لو هتيجي تبص على الناس بتاع خط الوسط اللي موجوده اللي انا حاططها برضو تقال قوي. فلو انت شايف اي حاجه غير كده قول لي في الكومنتات. انا كده وصلت لنهايه الفيديو وقلت تشكيلتي وقلت السبعه الاحتياطي. لو شايف اي حاجه مختلفه عن اللي انا بقولها قول لي في الكومنتات. شايف تشكيله مختلفه قولها لي. شايف حد يخش من الدكه قول لي، نتناقش مع بعض ونشوف مين اللي صح. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. سلام.